يا جماعة أنا عندي كمية صور مؤخرات وأعضاء حساسة لرضع. يا جماعة مش كده. أنا دكتور ماشي وكل حاجة، لكن بص صور له تريك، قول لي أعمل إيه في الالتهاب ده، قول لي أعمل إيه في الالتهاب ده. الأول طبعا الناس مشكورة بتبعت الحاجة وهي حاطة قلب مثلا عشان عيب، عشان مش عارف إيه. بعد كده الأمهات بقى إيه، تراك تراك سن. يعني مش كده يا جماعة، مش كده. اللي عنده التهاب يجي يكشف يا جماعة، والله العظيم مش عشان الفلوس، بس عشان أعرف. ساعات الكاميرا بتبين لك زوم رهيب تقول يا لهوي ده حرق، يجي ولا حاجة، كريم بسيط. وناس تانية تعمل لك من بعيد صورة من بعيد كده، فأنت تقول لا مش قوي. وبعد كده لو اديت علاج على الواتساب مش صح، يقول لك ما انا مشينا على العلاج وما خفش. طب ما انت اللي ما جيتيش وانت اللي استسهلتي، فلازم العلاج ما يجيبش. تقول لك طب انت ما قلتليش لاجي، وما انت كنت قلت لي اجي، والله العظيم كنت هاجي. وبناء عليه، وبناء عليه كلكم على راسي وعيالكم واطفالكم، كده كده بمسح الصور محدش يقلق يعني. ولكن طفلك عنده التهاب في اي منطقه من المنطقه الحساسه، الف سلامه عليه. يجي يكشف ياخد العلاج المناسب، وانا مسؤول عن ايه، عن خففانه. ما خفش هنعلى اكتر، ما خفش هنشك في حاجه اكتر، وهكذا. لكن ما كانش حد والله، كانش حد غير بيصور ارفع. انا اعرف منين؟ طيب ده التهاب كونتاكت درماتيتس يعني نتيجة البراز والبول، ولا لا ده حاجة فانجل يعني حاجة التهاب فطريات، ولا لا ده ولا ده، ده بكتيري ومحتاج مضاد حيوي في المنطقة يعني لوكال. طيب ولا هو اصلا ميكس ده على دوت، ولا الالتهاب وصل ان هو ان المنطقة اتحرقت. طب انت انهي واحدة في دول؟ طيب هندي علاج، كل علاج فيه ستيب 1 وستيب 2. في حاجه علاج بسيط، وفي علاج هو بيعالج الفطريات بس اقوى شويه، كاتيجوري اعلى شويه. مش عايز اطول عليكم، طفلك تعبان روح اكشف للدكتور، والف سلامه.